عمل سينمائي جديد يسجل حضوره في مهرجان كان السينمائي سنيل. هالعمل تم اختياره من بين 10 أفلام في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، وهو الفيلم العربي التونسي الوحيد في هالمسابقة واللي يتنافس للفوز بالسعفة الذهبية للفيلم القصير. الفيلم بعنوان علوش للمخرج لطفي عاشور، وهو الفيلم الرابع من إخراجه. الفيلم يحكي على جد وحفيده ماشيين بسيارة قديمة باش يبيعوا العلالش في السوق للعيد الكبير، وتوقفهم الشرطة ومن غادي تبدأ الحكاية اللي تركز على علاقة المواطن بالشرطي. نتمنى النجاح لطفي اللي مثل تونس في مهرجان كان السينمائي للدورة 69.